شفتوا تصريح النعمان نائب وزير الخارجية؟ مدري من دي حطه نائب وزير خارجية. قال انه ضروري نتحالف مع الحوثي علشان نوبه للوحدة. شوفوا الخيانة الى وين. لا اله الا الله، ما اشبه الليلة بالبارحة. هذا كان جده مسوي فيها جمهورية وبعدين راح للسعودية وقام عمل رسالة للقاضي حسن العمري، وكان حينها رئيس الجمهورية، وقال له سلم صنعاء أثناء حصار ال70، سلم صنعاء للإماميين بدون إراقة دماء. لكن حسن العمري كان حازم، سحب عليها الجنسية وركن بهانك مثل الكلب. خاين. واليوم حفيده يكرر نفس الموقف ويقول سلموا البلاد كلها للإماميين الجدد علشان تحافظوا على الوحدة. والله ما أقول لك ولا غيرك ولا أمثالك إلا ما قال القيل غايب حواس. والله ليوما في الجمهورية أبقى من 1000 عام في الوحدة. والله إن لم يحاسبك رشاد العليمي إن ما هو قايد. والله إن لم يحاسبك رشاد العليمي إنه قد خان تضحياتنا وقد خان دماء اليمنيين كلهم وقضيتهم. إن لم يحاسبك. من جاب أبوك يا سربوت تمثل تضحياتنا وتحدد مصيرنا ودماءنا ومستقبلنا يا صلكوع؟ من جابك؟ من أنت؟ من أنت؟ من الذي جابك لنائب وزير داخلية خارجية تجي تحدد مصيرنا؟ من أبوك؟ أنت تحترم شعب دماءه تسيل ملال وكرامته تداس من قبل الإماميين، تريد تحالف معه يا ابن السربوت، يا حفيد السربوت. أنت تستحق السب، تستحق اللعن، لأنك واحد وضيع لا تحترم الناس ولا دماءهم ولا مصيرهم. ننتظر إذا ما بيجي غدوة وحاسبك رشاد العليمي، أقسم بالله أنها وصمة عار في وجهه إلى أن ينزل من على الكرسي.